ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل أكلة صيامي جميلة زي دي مع بعض. طبق رز وطبق بامية زي ما احنا شايفين كده. أكلة صيامي بصراحة بتنفع. بدل البطاطس بقى والبتنجان والأكلات العادية اللي احنا عارفينها. يلا بقى اعملوا وغيروا في الصيام كده. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة صوم العذراء. صوم العذراء ده من الأيام الجميلة اللي احنا بنصومها يا جماعة. ويا رب اللي نفسه في حاجة يحققها إن شاء الله بشفاعة العذراء مريم أم النور. وأول حاجة بعملها بوريكم البصل متقطع قد إيه صغير يا جماعة. كل أكلة وليها تقطيعة بصل معينة. بصوا، أنا نسيت أعرفكم بنفسي. أنا مجمانة ودي قناتي. برحب بيكم وبرحب بأي حد جديد اشترك في القناة، واللي لسه ما اشتركش بتمنى طبعا إنه يشترك. وبعد ما ضفت الزيت يا حبايبي هبتدي انزل كمية البصل اللي انا مقطعاها زي ما احنا شايفين كده. بصوا، بصل متقطع رفيع خالص صغير قوي. ولو ممكن تعمليها بالمبشرة، لو ممكن تعمليها برضو بالكبة، بس انا فضلت اقطعها على ايديا، اقطعها بالسكينة يعني. ساعات يا جماعة كده بحب اقطعها بالسكينة. بصوا زي ما احنا شايفين كده. بحس ان تقطيعة السكينة برضو بتديني طعم احلى في الاكل. بس مفيش مانع برضو ان احنا نقطعها بالمبشرة خالص كده. هضيف الملح والفلفل الاسمر، ولو عزة ملح بعد التسبيكة انا بضيف لها. وهتضيفي شطة برضو بس بعد ما تخلصي التقلية وتديكي اللون الحلو اللي انت عايزاه، عشان لو حطيتي شطة في الاول التقلية هتحمر، البصل هيحمر ومش هتعرفي لونه ايه. خلاص كده يا حبايبي بقلبها لغاية ما تديني اللون الاصفر الذهبي. الاكلة دي يا حبايبي برضو بتعتبر تغيير يا جماعة. ممكن تضيفي فيها بقى مش بامية بس، تضيفي فيها بطاطس مكعبات، تضيفي فيها بسلة، تضيفي فيها فاصوليا، لوبيا، ايا كان اللي انت عايزاه واللي انت حباه. ممكن تعملها بالطريقة دي. ودلوقتي عشان نكسب وقت يا جماعة وما نقفش كتير في المطبخ، انا حطيت البصل على النار التانية وبرضو بقلبها وباخد بالي منها. ودلوقتي هنعمل حبة رز حلوين كده. ضفت الزيت وبعدين الشعرية زي ما احنا شايفين كده. كمية شعرية تحطيها زي ما تحبي حسب كمية الرز بتاعتك. تقلبيها كويس قوي. بعد ما اقلبها وتديني برضو اللون الاصفر الذهبي اكون محضرة الرز وغسلاه. وعلى النار التانية زي ما احنا شايفين انا كنت بحضر مية مغلية عشان الرز لازم يا حبايبي عشان تاخدي شوية رز حلوين كده وطعمهم جميل ومفلفلين. تسخني المية. ودلوقتي هضيف الرز. الخطوة دي برضو مهمة جدا، ان انتي تقلبي الرز كويس مع الشعرية. الخطوة دي يا جماعة بتفلفلك الرز وتخليه تحفة يا جماعة بعد ما بيستوي. نقلب الرز كويس. وهنضيف دلوقتي مرقة خضار علشان الرز بتاعنا دلوقتي مش بشوربة ولا حاجة. فانت هتضيفي مرقة الخضار، هي يا جماعة انا قريتها ما فيهاش اي مواد حافظة من بره. اهو بصوا، هتضيفي مرقة الخضار ليه هنا يا جماعة؟ علشان المرقة تدوب كويس وانتي بتشوحي الرز وما بقاش فيها اي تكتلات بعد ما تزوديها بالمية. وضفت برضو كمية ملح قليلة عشان المرقة بيبقى فيها ملح بس مش كتير برضو. وكده انا بحاول ادوب المرقة في الرز. خلاص كده قلبته كويس. اهو بصوا يا جماعة، الحركة دي بتفلفل الرز كويس اوي. وادي المية السخنة. هتضيفي المية على قد كده الرز. بصوا، هيغطي الرز كده بشوية. وهوريكم الرز في الاخر طلع قد ايه مفلفل كده وجميل. خلاص كده انا ضفت كمية المية المناسبة للرز اهو. خلاص كده يا حبايبي تقريبا الرز بتاعنا خلص. هنسيبه يستوي براحته
وهنضيف له الملح المناسب لو هو عادم، لو مش عادم خلاص تمام كده. بجد مرقة الخضار يا حبايبي بتخلي الرز في حتة تانية خالص. يعني بمعنى أصح بتحلي الرز. خلاص كده أنا بضيف الملح لأن حسيته عادم شوية. بصي يا حبايبي لازم تدوقوا أكلكم كل ما تحطي ملح أو تضيفي أي حاجة، عشان بجد يعني من انت تتأكدي من حاجتك بتطلع مظبوطة في الآخر. وكده دلوقتي هنكمل البصل. خلاص هي استوت اهو وادتني اللون الأصفر الدهبي الجميل. بصوا انا عايزه اوصل للدرجه دي. دلوقتي هضيف الصلصه. بس في حاجه مهمه لازم تعرفوها، ان انت ضفتي الصلصه دلوقتي هي متجمده، ما تديش فرصه بقى للبصل ان هو يتحرق. لا ضيفي له كوبايه ميه، كده كده الميه هتسيح الصلصه ومش هتدي الفرصه للبصل ان هي تستوي اكتر. خلاص كده يا حبايبي تمام. تمام يا جماعه، خلصنا كده وهنغطيها وهنسيبها تسيح بقى براحتها. وادي الرز اهو زي ما احنا شايفين، بصوا طالع مفلفل وزي الفل. خلاص كده هنوطي عليه النار، احنا كنا معلين النار عليه في الاول، ودلوقتي هنسيبه يتشرب براحته. خلاص كده يا حبايبي الرز خلص. بصوا اوريهولكم اهو. ادي الرز يا بنات مفلفل اهو بالواحده. ودي الصلصه يا جماعه اهي. ادي الصلصه اللي مفرزينها ساحت. عايزه اقولك بجد الصلصه لما تيجي تفرزيها توفر عليكي وقت ومجهود وفلوس كمان. يعني انتي في وقت بتجيبي الطماطم دي وهي رخيصه وتمسكيها تفرزيها، في وقت عليكي بقى بيجي بتغلى الطماطم بتطلعها في الوقت ده وبتستفادي بيها. ودي البامية يا جماعة اللي فرزناها مع بعض، اوريكم قد ايه خضرة بعد ما اتفرزت. بصوا يا حبايبي سبكت الصلصة كويس جدا. ودلوقتي هضيف البامية اهي. بصوا عادي وهي متجمدة، ما تسيبهاش تفك عشان لونها ما يتغيرش. انا ضفتها على طول في الصلصة وهي متجمدة. بصوا قد ايه خضرة وجميلة يا بنات. يعني دي فرصة عشان تشوفوا البامية اللي فرزناها مع بعض شكلها ايه بعد ما طلعتها من الفريزر. ادي البامية يا بنات زي ما احنا شايفين خضرة وجميلة. خلاص كده فكت وابتدي اقلبها. يعني ما تحتاريش بقى النهاردة هتعملي اكل ايه. يلا كده قومي تشجعي اعملي حبة رز مفلفلين واعملي طبق بامية كده من ايديك هيبقى زي العسل ان شاء الله، وبألف هنا وشفا. بتمنى يا جماعة يكون الفيديو عجبكم. والوصفة دي فكرتكم بيها. طبعا اكيد ناس كتير بتعملها. بس احنا بندي بعض افكار. بصوا يا حبايبي خلاص كده تقريبا البامية اتسبكت. وده شكل الاكل يا جماعة. بصوا طبق رز يفتح النفس مع طبق بامية. خلاص كده يا حبايبي البامية والرز خلصوا وقدمتهم بالطريقة دي. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم حطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا مستنية كومنتاتكم. طبعا دي بتديني دافع ان انا اعمل فيديوهات تانية اكتر واكتر، فما تبخلوش عليا بيها يا جماعة. اشوفكم بخير الفيديو الجاي ان شاء الله، ويا رب الوصفة كلها تكون عجبتكم.